يا ترى شو اللي عم بيصير؟ وهلأ لازم لحق شغلي ولا بيكون السنيورة مات. غريب ما لقوا البارودة، ما في إخبارية. شو اللي عم بيصير؟ عظيم، عمموا لي رقم السيارة رح لحق. ضل شوي وبوصل. طيب إذا كان في حدا هونيك كيف بدي طالع البارودة؟ وكيف رح أطلع على السطح؟ وهلأ شو؟ يا الله، وقعوني بالفخ. قطعوا الفرامل. اغتيال بقنبلة. في قنبلة بالسيارة. وصلنا معلم، نحن باسطنبول. وأخيرا وصلنا. لوين بدنا نروح هلا معلم؟ ماما خسرت ابنها قبلي، بجوز بسببي، بس ما بتصور انها ماتت فجأة. بالصدمات بتصير هيك حالات يا صفية خانم. انت كنت جيب جنبها؟
دكتور كان فيك تساوي أي شي مشانها؟ لأنه ماما ما انصابت بالجلطة ولا بنزيف بالدماغ. قلت ضغطها نزل للصفر، ليش ما أسعفتها للمشفى دغري؟ وانت يلي عم تعطي الأدوية لماما، قلي دكتور كيف نزل ضغطها للصفر وماتت هيك؟ انتي جبتيني بهالساعة بس لتتهميني يا صفية خانو؟ أنا المرة الماضية قدرت أنقذ أمك من الموت، وهالمرة فشلت. أنا ما اتهمتك. بتعرفي بأي شروط أنا اشتغلت هون، وأنا ماني مضطر كدكتور أتحمل كل هالضغوط. أنا كنت جنب أمك وقت ما كان حدا منكم بجنبها، ومع الأسف ما أنقذتها. بس عم حاول لاقي أجوبة للأسئلة اللي براسي، ومين غيرك بيعطيني هالأجوبة؟ عن إذنك هلأ أنا لازم روح، وأنا ما عاد أشتغل بمكان بيتهموني فيه البقية بحياتك. ماما. نعم بنتي. جيبي لي مرطب جو. منجيبه الصبح. ما فيكي تدبريه هلا؟ أنا ضايقت من ريحة الأدوية. طيب هلا بشوف في هيك شي بالبوفيه؟ ايه بيجوز. لك هلا روح. أنتي متجوزة؟ لا. والخادم؟ حاطته لأحمي حالي. معناتها بدي جوزك أخي، حلو وبيعجبك. عجبني المجنون. حكمت مو؟ أنا ما عجبني أي حدا مثله. بتعرفي إنه حكمت مثل أخي، بس بشرط بدي أجي مشي على عرسكم.